السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله. الوصفة ديال اليوم غادي نحضر معكم لي باغيت اولا الكمير معمر، كيجي رائع وغزال ما شاء الله، واحد الحشوة اللي هي لذيذة. كنتمنى انكم تجربوه. اذا بسم الله على بركة الله. عندي هنايا في المقادير، عندي 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض وكاس ديال الفينو. وبالنسبه للخميره عندي معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال الملح، وكذلك ديال السكر غير للون وصافي. وعندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الحليب بودره اختياريه، ممكن تعملوها ممكن تستغنوا عليها الا ما كانتش متوفره. بالنسبه للماء غادي نستعمل كاس كامل، وغادي نزيد واحد شويه. كيف ما قلت لكم يعني استعملت كاس ديال الماء مملوء، وزدت عليه واحد 2 معالق كبار تقريبا مملوئين مزيان. المهم غادي نعجن العجين ديالي غير باليد ديالي حتى نحصل على هذا القوام، هذا القوام اللي هو مرخوف. كيف ما شفتوا كيبقى كيلتصق لي شويه في اليد ديالي. غادي نحاول ندلقو واحد شويه، غير واحد 3 دقائق ندلقو مزيان ما بين يدي، ومن بعد غادي نرجعو في واحد طاسه كبيره تكون محكمه الاغلاق باش تخمر ليا العجينه ديالي. كيف ما شفتوا معايا البنات، هنايا جبت واحد طاسه كبيره ودهنتها بواحد شويه ديال الزيت، غير واحد شويه فقط باش ما تلتصقليش العجين ديالي وسط منها. وغادي نخليها تختمر حتى يضاعف الحجم ديالها. بالنسبه للحشوه عندي هنا واحد الجزره كبيره محكوكه، بصله مفرومه، واحد فلفله خضراء وحمراء مقطعين طريفات صغار، وواحد الكورجيت محكوكه. وعندي بالنسبه للتوابل فلفل اسود، واحد شويه ديال الخرقوم، والثومه محكوكه اولا الثومه بودره، شويه ديال الكمون، وشويه ديال التحميره. وعندي هنايا بالنسبه للحوم عندي هنايا واحد كفته ديال الدجاج اولا لا داند مطحونه. نتوما استعملوا اي حاجه بغيتو. وصافي غادي نطيبوا الحشوه ديالي. كيف ما شفتوا معايا راه هي الحشوه ديالي طابت وخليتها تبرد جانبا. فاش كطيب الحشوه كنوضع فيها واحد 3 ديال المربعات ديال الجبن المربع باش كتعلك ليا مزيان الحشوه ديالي وكتجي لذيذه. والعجينه ديالي ها هي من بعد ما خمرت، شتو كيفاش ضاعف الحجم ديالها وحصلت على هذا القوام هذا. ما غاديش نحيد منها داك الخميره ديالها يا البنات، يعني غير غنهزها من ديك الطاسه وغادي نوضعها فوق سطح العمل، وغادي نقطعها على القياس اللي بغيت، الكمير اولا لي باكيت ديالي. صافي شكلتهم على هذا الشكل هذا، كويرات صغار. بالنسبه للحجم كيبقى على حسابكم نتوما واش بغيتوهم كبار ولا صغار. انا عملتهم هنايا متوسطين، يعني ما هماش كبار وما هماش صغار بزاف. صافي غادي نشكلهم كويرات ونولي نرجع معكم ان شاء الله. هنايا من بعد ما شكلتهم كويرات يا البنات، كيف ما شفتوا معايا كنسرح العجين ديالي بواسطه المدلاق. وغادي نستعمل واحد شويه ديال النشا ماشي الدقيق، يعني كنستعمل غير بالنشا اولا المايزينا. وغادي نستعمل الحشوه ديالي على هذا الشكل هذا في الوسط ديال الدائره، وغادي نبقى كنسدهم على هذا الشكل هذا. فاش كنهز العجين ما كنهزش بزاف البنات، يعني غير شويه فقط باش ما يجينيش العجين متكتل من التحت وتجيني الكميره ديالي غليظه بزاف. يعني كنهز غير شويه، غير ما بين الاصابع ديال يدي، غير يعني فتة ديال العجين باش ما كتجينيش غليظه. وصافي كيف ما كتشوفوا معايا غادي نستمر بنفس الطريقه. غادي نعاود معكم وحيده باش تشوفوا. صافي غادي نسرح العجين ديالي حتى نحصل على هذا السمك هذا، يعني السمك متوسط، ما هوش غليظ بزاف وما هوش رقيق بزاف تاني باش ما تقطع لناش العجينه.
صافي كنشكل من الجوانب مزيان، كنسدهم مزيان باش ما كتحليش، وكنبقى كنشد من الفوق، يعني غير واحد شويه ديال العجين كنهزو ما بين يدي باش ما كتجيناش غليظه، ومن من الجوانب كنقادهم مزيان على هذا الشكل هذا. وصافي كنوضعهم فواحد الصفيحه ديال الفرن، يا اما دهنوها عفوا بالدقيق والزبده، اولا استعملوا ورق الزبده باش ما يلصقوا لكمش في الصفيحه ديال الفرن. هنايا يعني قبل الاختمار غادي نجيب واحد الموس يكون ماضي مزيان، وغادي نبقى كنشققهم على هذا الشكل هذا. بالنسبه لشحال الشرطه تعمل، يعني على حسب الكميره اللي عندك، واش كبيره ولا صغيره، ولا حسب نتي واللي بغيتي. صافي غادي نخليهم يختمروا هنايا واحد ربع ساعه، لانه فايت لهم اختمروا. وغادي نجيب واحد الصفر ديال البيضه، من بعد ما غادي نطيب الكمبير ديالي، غادي نحضر معكم واحد الحشوه ديال ليكيش. انا عندي ليكيش جاهزين هنايا، وغادي نحضر معكم هاد الحشوه كتجي مزيونه. عندي هنايا واحد شويه ديال لادان، واحد البصله مفرومه، وكذلك عندي الزيتون الاخضر، وعندي واحد شويه ديال الميز، وعندي واحد نص فلفله حمراء اختياريه، ممكن تعملوها ممكن تستغنوا عليها. كذلك عندي زيت الزيتون، وعندي واحد شويه ديال التوابل ديال شاورما والملحه والابزار. صافي هنايا من بعد ما غطيب ليا الحشوه ديالي، غادي نضيف عليها واحد جوج مربعات ديال الجبن المربع، وغادي تتعسل ليا مزيان داك الحشوه. وصافي غادي نجيب لي كيش ديالي اللي كيف ما قلت لكم عندي جاهزين هنايا. غادي نوضع فيهم الفرماج محكوك اولا الجبن المحكوك، وغادي نوضع في وسط منهم هو الاول، وعاد غادي نضيف الحشوه على هذا الشكل هذا. صراحه هاد الحشوه هذه كتجي فنه، وما تنساوش تضيفوا داك التوابل ديال الشاورما، كيعطيو واحد المذاق اللي هو مزيون. نتوما كتعرفوا التوابل ديال الشاورما يعني المذاق ديالهم راه مزيون. وصافي غادي نبقى كنفرغ عليهم الحشوه على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف عليهم كذلك الجبن كيف ما قلت لكم يا البنات. غادي نضيف عليهم كذلك الجبن من الفوق، وصافي غادي ندخلهم للفران يتحمروا ليا. هما دغيا دغيا كيطيبوا، لانه طايبين نص طيبه الاولى، يعني دغيا دغيا كيتحمروا. ردوا البال باش ما يتحرقوش ليكم، ودغيا كيوجدوا. المهم نتلاقاو باش نشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. هاني رجعت معكم يا البنات، كانت هذه هي النتيجه ديال لي باكيت. صراحه جاو غزالين ورطبين، والعجينه ديالهم جات طريه ورطبه ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوهم، وما تنسونيش من لي لايك ديالكم والبارطاج مع الاهل والاحباب، وباش تعم الفائده. وما تنسونيش من الدعوات ديال الخير ديالكم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم. وبالنسبه لي كيش ديالي هما هادو، بسمحوا لي المقطع ضاع ليا، بقاو لي غير الصور. ها هو يا البنات حتى هما جاو غزالين ما شاء الله. ونمشيو على قد جهدنا. كنتمنى انكم يعجبكم. السلام عليكم.